السلام عليكم خوتي، جيسبر راكم بيان. كاين واحد الموضوع اللي بغيت نحكي معكم فيه خوتي، اللي هي الاقامه العقاريه. كاين بزاف ناس يقول لك اودي نشري عقار لهنا في تركيا باش يعطوني اقامه عقاريه. اقامه عقاريه مازال تيكزيستي، تديها اوفيسيال صاحبي. ولا دير في بالك صاحبي باللي مريسكي على مريسكي لهنا في تركيا. القوانين كل خطره يتبدلوا، كل يوم كاين جديد، كل يوم قانون يتبدل صاحبي، راك فاهمني. وكاين اللي قلعوا لهم الاقامه العقاريه وسما كالعظم ديريكت، راك فاهم، سما السكنه راحت له. علاش؟ خاطر القانون التركي يقول لك كي دير اقامه عقاريه، تشري سكنه هنا ودي اقامه عقاريه، ما تنجمش تقعد خارج تركيا فايت 120 يوم، سينو يطيروا لك الاقامه العقاريه. راك فاهمني ولا لا؟ سما الاقامه العقاريه صاحبي ننصحكم بك لا ديروها في تركيا خويا. عندك الدراهم باش تشري سكن في ليترونجي، شريه في اسبانيا ولا، راك فاهمني. كاين بزاف بلدان خير من تركيا كيما دول امريكا اللاتينيه، كاين بزاف صاحبي انفستي تما على جال الاقامه تاعها. بصح تركيا ما ننصحكمش بها خاوتي، راك فاهمني ولا لا؟ خاطر فيها طراطق بزاف وبلاد النصب والاحتيال، وكل يوم قانون جديد. هنا كل يوم كاين جديد، كل يوم قانون جديد خاوتي. خطيكم والله فريمون، غير خطيكم خاوتي. خاطر سمعت بلي كان لهنايا اللي شرا عقار في لافريك العظم صاحبي قلعوا له الاقامه العقاريه خاطر قاعد خارج تركيا فايت 120 يوم اللي هي 3 شهور خاوتي. سي بون باش يكون فيه علمك، الاقامه العقاريه راهي ريسك صاحبي. هذه بلاد النصب والاحتيال. والسلام عليكم خوتي.